السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ أنا طبعا أول مرة أظهر بوشي، ولكن الحمد لله قدرنا إن احنا نغير بعض الحاجات في القناة، وفي نفس الوقت جبنا مايك، يعني جبنا مايك كويس بسعره كويس جدا، وفي نفس الوقت شغال زي الفل، والحمد لله يعني في بعض التطورات في القناة. آه، الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه النهاردة هو الصراحة موضوع بعيدا عن التعليم خالص، ولكن هو موضوع يخصك أنت كشخص. فأنت أكيد لو دخلت تتفرج على الفيديو ده فأنت أكيد حصلت معاك المشكلة ديت، أو أنت بتواجهك مشكلة في الموضوع دوت، أو اللي أنت محبط أو متضايق. ولكن خليني أعرفك إن مش كل حاجة بتيجي في السهل، أو مش كل حاجة بتبقى سهلة في البداية. فمبدئيا كده أنت كشخص بتتعلم الجرافيك ديزاين، او ان انت بتتعلم الفيديو اديتور، او كل البرامج ديت او كل الحاجات ديت، في البدايه بيبقى الموضوع صعب شويه، وبعد كده انت عقليتك نفسها بتتغير، فبتلاقي نفسك الدنيا واحده واحده بتمشي، يعني ما بتبقاش واقفه، يعني بتحس كده اللي هو ايه، ان هو بتيجي عليك مرحله الدنيا واقفه، الدنيا مسدوده في وشي، انا مش عارف اعمل حاجه، انا فاشل، انا مش عارف ايه. بس في الاخر يعني بعد ما تتعب بتقدّم التعب، وبعد ما بتقدّم المجهود اللي هو فعلًا أنت تقول أنا قدّمت المجهود دوّة، ففعلًا هتلاقي. وليكن أنا مثلًا اشتغلت في تصميم الجرافيك من سنتين، والحمد لله يعني اشتغلت فترة كبيرة، واشتغلت مع عُملا كتير الحمد لله، ونزلت اشتغلت في أرض الواقع في مكاتب دعاية وإعلان، والحمد لله يعني ربنا كرمني وبقى عندي صفحة كمان باسوّق بيها لنفسي. أي نعم ما عنديش متابعين كتير، ولكن الحمد لله العملية ماشية. هو الأهم من إن أنت يبقى عندك جمهور كبير، أو يبقى عندك ناس كتير متابعاك، الأهم من كده اللي هو إن أنت في شغل أصلًا، يعني هو في حاجة أنت بتشتغل عليها. وغير كده نصيحةً مني، ابعد تمامًا عن إن أنت تفكّر في الماديات. أي حاجة بتتعلمها حاول ما تفكّرش في الماديات، الماديات هتيجي لوحدها كده، كده. لكن اللي أنت تفكّر فيه الأول إن أنت تتعلّم، لازم تتعلّم، لازم إن أنت تطوّر من مهاراتك، لازمًا تطوّر من شغلك، لإن شغلك لو أنت ما طوّرتش منّه أنت يعني مش هتلاقي شغل، ده طبيعي. أنت لازم تطوّر من مهاراتك، لازم يعني تعرف إزاي تسوّق لنَفْسك، لازم تعرف إزاي يعني تعرف إزاي تستغل مهاراتك ديّة. فليكن مثلًا إن أنت تشتغل في تصميم الصور المصوّرة على اليوتيوب، أو إن أنت تعمل شغلك الخاص بيك، فأنت حاول إن أنت تبعد يعني على قد ما تقدر إن أنت تحبط نفسك. كل ما بتفكر في الماديات أكتر كل ما تبقى محبط أكتر. برضك النقطة اللي بعد كده اللي هو ما تفكرش في الإمكانيات قد كده. أصل أنت كمصمم جرافيك مش محتاج إمكانيات اللي هي آخر حاجة، لأ بالعكس أنت ممكن تشتغل بأي إمكانيات، لأن طبيعة الإمكانيات بتبقى ما بتأثرش أوي معاك أنت كمصمم جرافيك معايا. فبرضك لازم إن أنت ما تفكّرش في حاجة زي كده، لازم إن أنت تفكّر أنت هتتطوّر إزاي، تمام. الشغل كشغل يعني كبداية شغل مش صعب، ومش محتاج إمكانيات اللي هو كُلّنا بدأنا على أضعف الإمكانيات. أنا مثلًا بدأت بلابتوب اللابتوب كان بسيط جدًا، وكان يعني حاجة استغفر الله العظيم يعني. بس الحمد لله بدأنا واتعلّمنا، والحمد لله قدرنا نجيب جهاز نوعًا ما كويس مشغّلني، وباقدر أعمل عليه animation واشتغل على الafter effect واشتغل على الpremiere، باطلّع شغل على الphotoshop. بس في نفس الوقت يعني أنت لازم كده يبقى عندك صبر. أنت هتقعد سَنة، سنتين، أو على الأقل خالص سنتين مش هتلاقي حاجة. ما تبقاش شغوف لدرجة إن أنت يعني تخلّي شغفك هو المُحرِّك بتاعك، لأ. أنت الشغف هو الشُعلة اللي بيخلّيك تكمّل، على رأي الأستاذ أحمد أبو زيد. شغلك واستمراريتك هي اللي هتخلّيك تكمّل، هي اللي هتخلّيك تستمر. فأنت حاول على قد ما تقدر وبقدر الإمكان إن أنت تبعد إن أنت تعتمد على الشغف في الشغل. حتى لو أنت متضايق افتح وصوّر، خُش اعمل تصميم، اعمل أي حاجة، ولكن ما تسيبش نَفْسك للشغف. الشغف مضيّع ناس كتير. أنا لو كنت بدأت من 2017 من ساعة ما عملت القناة ديّة، القناة دي في البداية كان اسمها description، لو كنت بدأت من ساعتها كان زماني دلوقتي حاجة تانية، ولكن أنا صراحة سوّحت نفسي واعتمدت على الشغف. فنصيحةً منّي ما تعتمدش على الشغف، وما تخلّيش الشغف هو المحرك الخاص بيك. ف يعني لعل هذا يكون نافعًا،
وإن أنت تستفيد من كلامي. بس برضك يعني ديّة نصيحة أخوية، لو أنت عجبك الفيديو وكمّلته للآخر فأنت شخص محترم جدًا. وبرضك يعني تاني ما تخلّيش الإحباط ياخدك، كمّل الطريق هيفيدك، أنت هتستفاد في الآخر، وفعلًا هتحمد ربنا إن أنت ما سمعتش لنَفْسك إن النَفْس لأمارة بالسوء. فكمّل، كمّل للآخر واستفاد. وأنا آسف على الإطالة جدًا، أنا فخور جدًا إن أنا طلعت النهارده معاكم، وشكرًا.